السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الفول المدمس. شويه حركات كده وشويه مكونات طبيعيه، هنعمله زي المحلات وزي بتاع العربيات. يعني حاجه كده ما شاء الله خطيره وتحفه. طعمه تحفه بصراحه. مع بصلايه خضراء هتاكليه، مع فلفلايه خضراء. وطبعا ما ينفعش في رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين، ما ينفعش غير بطبق الفول في السحور. وينفع في فطار، وينفع في غدا، وينفع في عشاء. وينفع نضيف له حاجات، نعمله بطماطم، نعمله بحاجات تانية، طرق مختلفة، ونقدم طبق الفول بأشكال مختلفة. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو لايك الجميل بتاعكم، وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. قبل ما هنبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة ان شاء الله. هنجيب نص كيلو فول اهو، ما شاء الله، نقعته 12 ساعة، ولازم ننقعه 12 ساعة عشان نتخلص من المادة. في مادة بتبقى على القشرة لازم نتخلص منها. تمام. وما شاء الله، وغسلناه كويس وزي الفل هو زي ما انتم شايفين. ولازم اجيب الحبايه اللي هي بتكون فاتحه كده. وما شاء الله، طبعا هو كان حجمه اقل من كده شويه، بس مع النقع كبرت شويه. تمام. وهنحط بقى معاه شويه مكونات. نص كوبايه فول اللي هو بتاع البصار، نص كوبايه عدس اصفر، نص كوبايه الفول اللي هو بتاع البصاره او بتاع الطعميه، ونص كوبايه رز، وجزريه كبيره. تمام. الفول اللي هو بتاع الطعميه دوت، والعدس هنقعه مده ساعتين او ساعه ونص كده، عشان برضك انا البقوليات طبيعيه، البقوليات طبيعي يعني بحب انقعها عشان نخلص من اي شوائب فيها. تمام. هنجيب بقى الحله او القدره اللي احنا هنعمل فيها، وانا فضلت اعمل في حله عشان ايه تبقى موجوده في كل بيت. هنضيف اول حاجه، هنحط الفول بتاعنا طبعا زي الفل ومغسول. وهنجيب بقى نحط عليه العدس اهو زي ما قلت لكم، نقعته حوالي ساعتين او ساعه ونص اهو، عشان كده نفش شويه. وبردك الفول بتاع الطعميه او الفول بتاع البصاره دوت اهو اللي من غير قش، بردك نقعته مع العدس نفس الحكايه عشان الحبايه بتاعته تطرى شويه. تمام. وبعد كده هنجيب بقى ايه نص كوبايه رز، ده غسلتها بس. ماشي. كل الكميه دي ما شاء الله هتتفرجي نعمل وليمه بالحله دي في الاخر من نص كيلو فول. وبعد كده هنحط جزرايه. تمام. هتكون بقى ايه مجهزين ميه سخنه في الكاتل في البراد ايا كان، وهنضيف عليه ميه سخنه بتغلي اهي. اللهم صل وبارك. تغطي بقى، حطي كميه ميه كويسه كده عشان البقوليات بتحب الميه يعني، وتديها ميه تشربها اهي ما شاء الله. بعد كده بقى هنضيف شويه مكونات كده بردك تاني تخلي اللون بتاعنا حلو كده، ولونه كهرماني ولونه فاتح وحلو. عندي معلقه السكر دي بتساعد ان الفول بردك بتاعنا يتهري. ومعلقه بابريكا، ومعلقه كركم، ونص وليمونه. هنعصرها يا دوبك عصره صغيره كده ونحطها في الحله بقشرتها. الليمون ده بيساعد بردك الفول بتاعنا يبقى يطلع فاتح وحلو. ومعلقه خل بردك، والخل بردك بيساعد الفول بتاعنا يبقى بردك طالع فاتح وحلو. معلقه بس مش اكتر. لما حطينا كل المكونات دي هنقلب تقليبه بسيطه، انا مش عايزاهم ينزلوا تحت عشان المكونات اللي انا حطيتها في الاخر. واغطي الحله وهسيبها نص ساعه من غير ما احطها على البوتاجاز. التركات دي مهمه جدا عشان الفول بتاعك ما يقعدش على النار كتير، بتفرق. تمام. ان في ناس بيقعدوا 8 ساعات على النار و4 ساعات وحاجات من دي. بعد كده جبت بعد ما قعد نص ساعه سيبته محطوش على النار، جبته ونقلته على النار. ايه، ولعت عليه العين الصغيره عشان بعد كده واطيه، انا عايزه النار بعد كده تبقى شمعه. وهسيبه بقى اهو، وهسيبه لما يغلي. وبعد كده هعمل تركه تانية برضك. كل الحاجات دي بتساعد على نجاح الفول، وكمان الفول بتاعي يطلع فاتح. الفول بتاعي ما يستهلكش غاز كتير، ما احطوش على النار كتير. يعني كل بقى تاخدي بالك من كل تريك انا عملتها هيطلع الفول بتاعك ما شاء الله. اهو خلاص كده غلي. لو في اي بقى ريم اللي هي المواد العضويه اللي بتبقى في البقوليات وكده لازم نتخلص منها. هو في ناس بتحط طماطم، بس انا مفضلش الطماطم خالص عشان بتخلي ان الفول بتاعنا يبقى سريع الفساد. حتى في الشتاء في الصيف ما بحبش احطها. تمام.
بعد كده بقى هجيب المكون التاني اللي انا هحجز بقى الهواء عن الفول خالص، الزيت. هحط طبقة زيت من فوق، 4 معالق زيت كده ولا حاجة، يغطي السطح بتاعه بحيث ان يحجز الهواء عن الفول عشان يستوي معايا بردك بسرعة. التركة دي مهمة. وفي الحالة ديت ان انا ما مش هفتح على الفول يعني قبل نص ساعة. انا حاطة مية كويسة وتمام وموطية النار شمعة، فالفول بتاعي مش هيحصل له حاجة. بعد نص ساعة بقى ابتدي اكشف الغطا واقلبه. خلاص كده انا بعد نص ساعة اهو ابتدى الفول بتاعي، ممكن بقى اقلبه. في الحاله دي ابتدى بقى يخش في السوا ويبتدي بقى يتهري بقى الايه، يبقى مش هنقول زي الزبده، لسه المرحله ديت. كده بعد نص ساعه هو محتاج ميه دلوقتي، هزوده ميه بردك زي كميه ميه كويسه، ميه تكون بتغلي. ما ينفعش احط ميه ساقعه عشان الفول ما يسودش مني. اهي ميه جاهزه معايا، اكون مجهزه ميه سخنه، احط كميه كويسه واغطيه. خلاص انا في المرحله دي بعد نص ساعه ما حطيت الزيت، مش مشكله ان انا اقلبه في اي وقت. ممكن اقلبه تاني كده من غير تصوير، اروح واجي عليه ابص عليه بصه واقلبه. اهو شايفين لونه عامل ازاي؟ اللهم صل وبارك. كلها حاجات طبيعيه. وهسيبه بقى لحد ما يستوي. اهو انا قلت لكم بروح واجي عليه ابص عليه برضه. اهو ما شاء الله كده هيبقى تمام ان شاء الله. اوريكم، بص 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 بصوا ما شاء الله عامل ازاي. اللهم صل لونه تحفه كهرمان. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اهو كده خد مني ساعتين. لكن اللي عايزه بقى يبقى عامل زي البصاره مهري خالص يسيبه نص ساعه كمان. انا عايزه برضك اشوف في الفوله، عايزه الفوله تبقى موجوده يعني. اهرسها تتهرس اهي معايا، هي هتتهرس بسهوله، بس تبقى الفوله حاسه ان انا باكل فول. لكن لو سبته اتهرى خالص بقى زي الميه كده، لا انا مش عايزاه كده. انا عايزاه يبقى زبده بس، انا ادوس عليه بالشوكه بالمعلقه يتهري معايا زي بتاع المحلات. انت بتجيبي الفول بتشوفي شكل الفول اهو. اللهم صل وبارك. شوفي كبشه الفول دي بكام دلوقتي، شوفي النص كيلو دوت عمل لنا قد ايه كميه فول. ممكن بقى تعملي فول بالبيض، فول بالطماطم، فول بالزيت والليمون زي ما احنا هنعمل. الحل عندك ما شاء الله، تحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر. يعني تضيفيه تحطيه في الفريزر، تطلعيه على قد الوجبه في السحور اللي انت عايزاه. وطبعا اكيد كلكم هتعملوا كده، ان مش هتسيب الحله او القدره في التلاجة. بعد كده عملنا بقى طبق الفول المتين ده. بقى شوف طبق الفول ده يكلف كام. وهنحط رشه ملح ورشه كمون، اللي عايز يحط شطه يحط، دي حاجه اختياريه. انا حطيت رشه فلفل اسود كده خفيفه، لكن الشطه اللي بيحب شطه يحط شطه. وبعدين بقى النص ليمونه بتاعتنا اهي. والليمون ده اساسي برضك في الفول بتاعنا. نهرسه بقى هرسه خفيفه كده، ومجرد ان احنا نقلبه ونهرس بيه الشوكه خلاص هو مش محتاج، بس نحس ان هو فول. يعني انا حطيته ساعتين على النار، من اول ما بعد ما نقعته ساعتين بميه سخنه حطيته على النار، حسبت ساعتين بالظبط. لو عايزاه يتهري اكتر هتزوديه فوق الساعتين نص ساعه كمان. ده بقى زيت زيتون، عايزه زيت ذره، زي اي زيت ملهوش ريحه. ماشي. وبعدين شويه طحينه كده بقى لزوم الفول بقى كده عشان نحبشه ونخليه حلو. وبسم الله ما شاء الله اهو. ناكل معاه بقى فلفل، بصل، اللي احنا عايزينه، مخلل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طعمه الله اكبر، تحفه تحفه تحفه. يعني تاكلي ما تشبعيش منه من حلاوته. بس يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما ما تنسونيش اهم حاجه في الدعوه الحلوه، والاشتراك في القناه، واللي ما اشتركش، واللايك الجميل بتاعكم، وتعليقاتكم الجميله، و عفوا وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. والف هنا وشفا على صحتكم ولولادكم. ويا ريت تعملوه وتشيروه عشان الكل يستفاد ويعملوه في رمضان ان شاء الله على السحور. بس بحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.